قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه: وروي عن طريق أهل البيت. اللي هنا يبدو أكو تعمد في إغماض المصدر، بس يقول روي عن طريق أهل البيت حتى يعطيك اطمئنان بأن هذا من علوم أهل البيت، هذه جايتك. لما استشهد الحسين عليه السلام بقى في كربلاء صريعا ودمه على الأرض مسفوحا، وإذا بطائر أبيض قد أتى وتمسح بدمه. طائر وجاء والدم يقطر منه. هذا الطائر لما طار فرأى طيورا تحت الظلال على الغصون والأشجار، وكل منهم يذكر الحب والعلف والماء، مشغولين بالدنيا مثل ما هواي ناس مشغولة بالدنيا، حتى في يوم عاشوراء يشتغلوا مشغول بالدنيا. فقال لهم الطير المتلطخ بالدم: يا ويلكم، أتشتغلون بالملاهي وذكر الدنيا والحسين في أرض كربلاء في هذا الحر ملقا على الرمضاء، ضامن مذبوح ودمه مسفوح، جثة بلا رأس ولا غسل ولا كفن، قد سفت عليه السوافي، وبدنه مرضوض قد هشمته الخيل بحوافرها، سواره وحوش القفار قد أضاء التراب من أنواره، وأزهر الجو من إزهاره. فلما رأته الطيور تصايحنه وأعلن البكاء والثبور، وتواقعن على دمه يتمرغن فيه. وطار كل واحد منهم إلى ناحية يعلم أهلها عن قتل أبي عبد الله عليه السلام. طيور ساهمت. هاي الرواية في معالي السبطين موجودة. إذا نلاحظ كيف أن المصيبة جلت وعظمت في الحيوان، ضجت لها حيتان البحار ووحوش الفلا